السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ والنهارده لاول مره على القناه هنعمل مقادير صينيه مدوره مقاس 28 بنص كيلو دي سبونج. سهل وبسيط جدا، وهوريكي ازاي هيطلع معاكي عالي جدا والتورتيه تبقى حلوه وعاليه قوي قوي. يلا بينا. قبل ما نبدا الفيديو، لو عجبك الفيديو ما تنسيش اللايك والشير والسبسكرايب لاكلات في مطبخك، عشان بلاقي تعليقات منكم جميله جدا بس بتنسوا تحطوا اللايك الجميل، واللايك ده هو اللي بيرفع الفيديو لأكبر عدد من الناس وبيزود المشاهدات عليه. فيلا بينا نشوف مقاديرنا كده عبارة عن ايه. هنضرب كل ربع كيلو دي سبونج لوحده، مش هنضربه كلهم مع بعض النص كيلو. طب ليه؟ عشان الكمية عندنا تزيد، وبما اننا كمان شغالين بالمضرب، حتى لو عندك عجان اتبعي بس الطريقة دي هتلاقي المقادير هتزيد عندك جامد، والصينية هتبقى عالية جدا. وعندنا اضافة جميلة جدا المرة دي في الاسبونج، بصراحة حسيت ان الاسبونج فرق معايا وعلي جدا. اول حاجة وزنت ربع كيلو دي سبونج ابيض. هي التورتيه كانت مطلوبه نص ونص. هنعمل الكيك بتاعها المره دي، اللي هو السبونج بتاعها المره دي في الفيديو ده، والمره الجايه هنعمل التزيين بتاعها. يبقى حطينا في البوله دي ربع كيلو دي سبونج جاهز اللي هو الابيض، وحطينا عليها اقل من ربع كوبايه ميه، يعني معلقه كده، هنشيل منها معلقه. وهنحط معلقه صغيره مليانه من محسن جل بونو المتحده، وهنحط 3 بيضات يكون حجمهم حلو كده وكبير. تمام. وهنحط معلقة صغيرة من الفانيليا. وهنحط بقى الإضافة الجميلة بتاعتنا المرة دي اللي هنحطها على الاسبونج، هي معلقة من الخل. الخل بيتفاعل مع المحسن مع المكونات بتاعة الدقيق اللي محطوطة فيه، المحسنات اللي موجودة فيه. بصراحة التورتاية طلعت معايا طلعت معايا عالية وجميلة جدا بجد. نص كيلو، مش عايزة اقول لكم، ملا صينية مقاس 28، وكمان يقضي في صينية مقاس 30. يبقى المقادير اللي احنا هنعملها مع بعض دي تنفع في صينيتين، صينية مقاس 28 وصينية مقاس 30 اللي هي المدورة. وممكن تقلبيها القلب زي ما عرفنا في الفيديو اللي احنا كنا قلبنا فيه التورتيه المدورة لقلب. اهو معلقة من الخل، معلقة صغيرة. تمام. يبقى نقول مقاديرنا تاني واحنا شغالين. هنقلب بس المقادير كده مع بعض وهنضرب، مش هنوقف المضرب لغاية ما يعلى معانا الخليط. حطينا ربع كيلو دقيق سبونج، 3 بيضات يكون حجمهم كبير، معلقة صغيرة من الفانيليا، معلقة محسن جل بونو المتحدة تكون مليانة، اقل من ربع كوباية مية، حوالي نشيل منها معلقة، ومعلقة صغيرة من الخل. وهي دي مقاديرنا كلها. بصوا ملا البولة، الخليط ملا البولة وبقى عالي ازاي، وبقى عامل زي الكريمة، مش بيقع من على المضرب. هي دي مقاديرنا وضربناها كويس. بتضربي قد ايه؟ انا بضرب بالظبط وحسبتها لكم على الساعة، ربع ساعة بالظبط، 15 دقيقة بضرب الخليط على حسب القوة بتاعة مضربك. تمام. المضرب عندك لو قوي هيديكي نتيجة كويسة جدا زي ما انتوا شايفين كده. اهم حاجة الخليط يبقى متماسك. وطبعا احنا من البداية مولعين الفرن على درجة حرارة 190، وحاطين الشبكة في الرف اللي في النص. انا في اليوم ده كان مطلوب مني تورتتين، تورتة مقاس 28 وتورتة مقاس 22 بس عالية، مش اللي هي بعملها 3 طبقات، لا كانت مطلوبة 4 عاليين، عشان كان هيتعمل عليها رسومات وحاجات، هيتحط عليها حاجات ورسومات وكده، فكانت مطلوبة ان هي تبقى عالية. فانا ضربت الاسبونشين ده اول اسبونج انا ضربته، وركنته ورجعت ضربت الاسبونج التاني، وهحط الاتنين مع بعض. بس هصور لكم واحد واحد عشان طبعا ما تتوهوش في الفيديو. انا بساوي دلوقتي الاسبونج بعد ما حطيته في الصينيه. بصوا هو لغايه فين في الصينيه، شوفوا ما يدخل الفرن ويطلع هيبقى علو قد ايه. ادي بساوي اهو الاسبونج معايا، بحيث ان انا ملعبش فيه بعد ما يقعد على مضرب الخليط التاني اللي هو هيبقى بني. سويته كده بالشكل ده. هوزن تاني بقى ربع كيلو دي سبونج، هما كانوا نص على بعضه في الكيس ده، فانا خدت منهم ربع ورجعت اخدت الربع التاني وبوزنه برضو عشان اتاكد ان ده ربع كيلو دقيق سبونج. انا ما بجيبش سبونج دقيق سبونج بني خالص، عشان بحس ان هو مكتوم وبيبقى هبطان شويه، مش يبقى زي ده. لما بكون عايزه احوله للشوكولاته بحط انا معلقه كاكاو خام بعد ما اضرب الخليط ويعلى معايا تماما، عشان الكاكاو ماده تقيله ما تهبطليش الخليط. زي ما عملنا بقى في الاسبونج اللي فات، نفس المقادير هنا. معلقه صغيره مليانه من محسن الجل اللي هو بنو المتحدة،
وطبعا لو انتي بتعملي تورتيه على قد ولادك او كده مش شرط تجيبي الجردل الكبير ده، في اكياس منه بتجيبيها، الكيس مش بيبقى غالي قوي. بتجيبيه ويعني بيكفيكي حوالي تورتتين كده ولا حاجه، تاخدي منه وتقفلي الكيس وتحطيه عندك في دولاب المطبخ، وبعدين لو حبيتي تعملي مرة تانية. وحطينا 3 بيضات نفس المقادير بالظبط اللي عملناها المرة اللي فاتت، هي دي اللي احنا بنعملها، بس بعد ما بنضربه هنشوف هنحط ايه. حطينا ربع كيلو دقيق سبونج، حطينا 3 بيضات، هنحط غطا من الفانيليا او معلقة صغيرة من الفانيليا السايلة اهي، وهنحط اقل من ربع كوباية مية، حوالي معلقة مية متلجة من التلاجة، بطلعها احط منها على طول اهي، اقل من ربع كده، حوالي معلقة. تمام. وبعد كده هنحط بقى معلقة من الخل صغيرة اهي، دي بصراحة جميلة انا هتبعها في كل السبونشات بتاعتي ان شاء الله. هنحط معلقة الخل الصغيرة دي على الربع كيلو، لو نص كيلو تحطي معلقة كبيرة شوية. وهنقلب المقادير وهنضرب بنفس الطريقة لغاية اما الخليط يعلى معايا ويبقى كريمي. زي ما قلتلك انا حسبتها ربع ساعة بالظبط، بس انتي على حسب قوة المضرب بتاعك ما يكون. طبعا اهوت ملا معايا البولة، هجيب معلقة صغيرة من الكاكاو الخام، وهبتدي ان انا احطها في مصفى كده وانخلها على الخليط بتاعنا، وهبتدي اديها ضربتين 3 كده بالمضرب عشان الكاكاو يتجانس. طبعا انا الخليط خلاص عالي معايا، فلما احط الكاكاو الخليط هيتجانس معاه، مش هيبقى مكتوم ولا مش هيعلى معايا ولا حاجة، هو خلاص عالي. يدوب انا بقلب الكاكاو فيه وبشرب الخليط من الكاكاو كده عشان يبقى كله شكل واحد بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طريقة ممتازة وهايلة بجد، النتيجة طلعت تحفة بجد، ولا التورتيه بقى لما هتشوفوها هتبقى جميلة جدا جدا. ادي الخليط اهو متماسك وحلو جدا معايا. هنجيب بقى الصينية وننزل فيها بالنص التاني، هتبقى كده نص كريمة ونص شوكولاتة. بتقلبي من تحت لفوق قبل ما تحطي الخليط عشان لو في حاجة ما اندمجتش مع الخليط يبقى كله مندمج مع بعضه اهو. بحطه كده في الصينية بالشكل ده، وابتدي ان انا افرده بعد ما انزل الخليط كله من البولة اهو. خلصناه كده وسويناه، هنجيب السكريبر بقى ونساوي الوش كله كده يبقى مرة واحدة متساوي معايا مرة واحدة. اول ما بتحطي الخليط بتسويه على طول علشان ما ينفعش بعد ما تسيبيه ترجعي تساوي فيه. فاهو بصوا انا بساوي الوش كله بقى دلوقتي عادي. لو جه الابيض مع البني في الوش كده كده بنشيل الطبقة اللي هي في الوش دي، هناخد اللي فيها ده بالسكريبر اهي بالسباتيولا ونبتدي ننزل بيه كده ونساوي الوش تماما. طبعا انا فرشة ورقة زبدة في الارضية او ورقة حوش مستورد او ورقة كراسة ايا ما يكون عندك، بس ما يبقاش مكتوب فيها، وبتساوي الوش كده عشان يطلع مظبوط معانا اهي. انا هضرب برضو الصينيه التانية بس هبقى انزلها لكم في فيديو تاني، وهدخل الصينيتين مع بعض. مادام انتي حطيتي الصينيه كده وسويتيها مش مشكله لما تسيبيها على ما تضربي سبونج كمان وتدخليهم مع بعض، بدل ما تستهلكي غاز لصينيه وترجعي تدخلي صينيه تانية. لا انا لما بيكون مطلوب مني كذا اوردر بضربهم وادخلهم مره واحده على حسب حجم الفرن عندك. يعني الفرن عندي ياخد 3 صواني كده او حاجه، فلو مطلوب مني بحطهم التلاتة مع بعض او 2، بستنى برضو واحطهم مع بعض. وادي الصينيتين اهم بعد ما ضربتهم، بس هنبقى في فيديو تاني هنجيب الصينية اللي هي مقاس 22 دي ونعملها. دخلناهم الفرن وطلعوا بالشكل الجميل اللي انت شايفاه. بصوا بسم الله ما شاء الله، عالية وجميلة جدا ازاي. دي الصينية اللي هي مقاس 28. بصوا بسم الله ما شاء الله، عالية وجميلة جدا. انا بختبرها بايدي، وللناس اللي ما تعرفش بتجيبي خلة كده وتحطي في النص، طلعت ناشفة وجميلة بالشكل ده خلاص بتبقى كويسة ومظبوطة معايا. دي بقى هنتخرها ونغطيها دلوقتي علشان نسيبها لتاني يوم اهو. بنغطيها كده ونسيبها بقى لتاني يوم عشان نشتغل فيها براحتنا. بضرب الاسبونشات دي من بالليل وبغطيهم كده. وادي الصينية التانية اهي بسم الله ما شاء الله برضو طالعة جميلة جدا اهي. اخدوا في الفرن حوالي ساعة الا ربع. وبصوا بسم الله ما شاء الله عالية وجميلة. بغطيها برضو
واسيبهم دول لتاني يوم. وزي ما قلتلك هتبقى مقاديرنا الصينيه بتاعت 22 العاليه دي في فيديو لوحدها، بس انا حبيت اوريكم طلعوا مع بعض وغطيناهم وهنسيبهم لتاني يوم عشان نشتغل فيهم براحتنا. ده تاني يوم بقى هاخد منهم الصينيه واشيل دي، خلاص انا مش محتاجاها دلوقتي. على ما اجي اشتغل فيها انا هشتغل في صينيه صينيه دلوقتي. دي الصينيه اهي بعد ما بردت معانا تاني يوم وبقت بالشكل الجميل ده. هنبتدي بقى نسلك الجوانب كده عشان نشوف الاسبونج بتاعنا قد ايه جميل وعالي وطالع تحفة بجد معانا. بتسلكي كده الجوانب عشان لما تيجي تقلبيها تبقى تنزل كويسة، والورقة اللي تحت بتساعدك ان هي تتقلب سهل جدا. هنجيب بقى هنتأكد ان هي اتسلكت كويس عشان لما نيجي نقلبها. وكل ما تسيب الاسبونج يرتاح كويس كل ما يطلع معاكي حلو ومتماسك، ما يتفرفتش منك وما يحصلوش اي حاجة. هنفرد ورقتين كده ونبتدي ننزل عليهم بالتورتايه الجميلة بتاعتنا. بصوا بصوا بسم الله ما شاء الله عالية وجميلة جدا ازاي. هنشيل بقى الورق اللي احنا كنا حاطينه في الارضية ده اهو. بصوا بقى منظر التورتايه وجمالها وحلاوتها. لو انتي مشيتي بنفس الخطوات دي وبنفس المقادير هتطلع معاكي ممتازة وهايلة جدا جدا جدا. ادي الاسبونج اهو. هتبتدي بقى تقشريه زي ما احنا متعودين. هتشيلي الطبقة اللي هي في الارضية وبالطرنش كده خفيف. بصي طبقات خفيفة جدا، انا بشيل طبقة خفيفة جدا من الاسبونج بحيث ان هو يبقى كله نفس اللون بس مش اكتر. هي لا بتبقى ناشفة ولا تبقى فيها اي حاجة، بس انا ما بحبش اسيب اي طبقات محمرة في التورتايه. بحب ان هي كلها تبقى بيضة وفاتحة كده، فبحب ان انا اقشرها عشان تطلع معايا لونها جميل كلها. ولما تيجي طبعا تتاكل بألف هنا على كلوها يلاقوها كلها من جوه شكل واحد اهو. بنقشر الوش برضو بنفس الطريقة دي، بتقشريه كويس جدا اهو. طبقات خفيفة كده بالترانش بيسهلك ان انت تشيلي طبقات خفيفة كده من التورتايه اهو. وبعد كده بقى بعد ما اقشرها من الجوانب هقسمها ل3 ديسكات زي ما احنا متعودين. وان شاء الله في الفيديو الجاي نشوف احنا هنزينها ازاي. اتمنى ما تنسيش اللايك الجميل بتاعك. احلى واجمل متابعين في الدنيا.